السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء في الحلقة الأولى من برنامج عالم وعلوم. ضيف حلقتنا اليوم العالم بوصغيرة حسام، فليتفضل. اهلا وسهلا بك خونا رامي، ونشكرك على هذه الاستضافه وبارك الله فيك. الأستاذ بوصغيرة، هل صحيح ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تصغير الأشياء؟ انا صحيح يا صاحب. قدرت اني نخدم واحد السائل انه يحاول انه يصغر واحد الاشياء، فهمتني؟ من هذيك الفكره ابتكرت انا حاجه انها تصغر الاشياء من الحاجه الكبيره للصغير. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقتكم الأولى من برنامج رحلة. في سنة 1980 قررت الجامعة الجزائرية باش تبعث مجموعة من الطلبة باش يقراوا برا. أي من بينهم واحد السيد ساهم بشكل كبير في الجهاز اللي اكتشفيا به. اي ما تقوليش بالقسم حبه. في سنة 1957 ولد العالم بالقسم حبة في ولاية مغير، خريج جامعة هواري ومدني في الفيزياء الصلبة. بعدها كمل قراءته في جامعة ستاتفورد بأمريكا، ومن غدوة هز السي في تاعو طبطب على شركة اي بي ام كيما كان الحال صب خدام فيها، ومن ثم بدات حكايته في عالم الاختراعات. وفي سنة 1990 ابتكر طريقة نحت الرقاقات الإلكترونية التي تقرأ المعلومات من الهارد ديسك بواسطة الليزر. بعد غير وجه نتاعو إلى المؤسسة الناشئة، وانضم إلى شركة إكسبيريا اللي شارك فيها في تطوير الكاميرات المستعملة في الهواتف النقالة. وزيد على هذا أسس شركة سيليكون بيب اللي تساعد على حركة الإلكترونات داخل المخطط، وساهم في تأسيس المؤسسة الأمريكية الجزائرية للثقافة، التعليم، العلوم، التكنولوجيا. وفي سنة 2015 تحصل على جائزة وسام العالم الجزائري وتصنيفه ضمن 100 عالم الأكثر إنتاجية في العالم. في سنة 2021 تحصل على وسام الاستحقاق الوطني رتبة عشير، وتم تعيينه من طرف الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عضوا في المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي. خريج جامعة هواري ومدني في الفيزياء الصلبة. خريج هواري